انت لو عملت حظاظه شكلها حلو وحطيتها في الدرج محدش هيعرف انك عملتها. جس وات، بالظبط الغلطة رقم 7 من 25 غلطة في 25. الصراحة في أغلب الأوقات مش بشوف في شغلي شيء يدعو للفخر. أنا مش شغال ستريبر، يعني أنا بتكلم على المنتج النهائي اللي أنا أنتجته. يعني مهما أنتجت من محتوى أو اشتغلت على حاجات نوعا ما ممكن يتقال عليها إنها نجحت، هبص على الموضوع إنه قشطة، يعني خلاص شغلي وخلص. It's good. It's good. The job is done. We can go home now. بس خدت بالي من حاجه، بما ان اليومين دول بدور على شغل، للاسف بفتح لينكدين كتير، فبقيت اشوف امثله كتير لناس مبسوطه بابسط الحاجات اللي هي قدرت تعملها في شغلها وفخوره بيها نوعا ما، بغض النظر عن افضل بعض الناس يعني. بس كبني ادم بيجادج الناس عشان انا شخصيا بشوف ان ده شيء لطيف، ان الانسان مش شرط يبقى واخد كاس عالم او جراند سلام مثلا عشان يبقى فخور بمجهوداته. بالعكس، امتنانه لمجهوده دايما والحاجات البسيطه اللي بيعملها ده شيء لطيف، خصوصا ان ده بينعكس على الشغل مع الوقت. يا اما هتشوف شغلك محرج وفاكس يطلع للنور، هينعكس على جودة شغلك، او هتحس ان هو خلاص هو عايز يستخبى او مش بهيأ له الجو ان هو يطلع الفول بوتنشال اللي عندي. يا اما الناحية التانية هتبقى نوعا ما واثق من كل حاجة بتقدمها، ايفن لو هي مش بيرفكت. عشان كده